ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. فرقه تانية حقوق طنطا انجليزي. النهارده اهم الاسئله دي اللي هنبتدي بيها وهننتهي بيها، والباقي طبعا ذاكرته طبعا يفضل. لو مش عارفين تذاكروه او مش عارفين تجمعوه، على الاقل اقروه مرتين واحفظوا العناصر. طيب، اول سؤال تكلم عن خصائص القانون الاداري. مهم جدا، الحاجات اللي بقول عليها مهم جدا، ما ينفعش الامتحان يجي من غيرها. تكلم عن مصادر القانون الاداري. مهم جدا. تكلم عن خصائص الأشخاص المعنوية. مهم جدا. تكلم عن الأركان المركزية الإدارية. مهم جدا. تكلم عن صور المركزية الإدارية. تكلم في تعريف عناصر اللامركزية الإدارية. مهم جدا. اشرح صور اللامركزية الإدارية. مهم جدا. تكلم عن معيار تمييز الأموال العامة. تكلم عن الحماية الدستورية والمدنية للأموال العامة. تكلم عن خصائص القرار الإداري. مهم جدا. تكلم عن ركن الاختصاص باعتباره ركن من الأركان الخاصة للقرار الإداري هام. تكلم عن الشكل باعتباره ركن من الأركان الخاصة للقرار الإداري. مهم. تكلم عن أنواع القرارات الإدارية. مهم. تكلم عن ماهية العقد الإداري ونشأته. تمام؟ دول أهم الأسئلة زي ما اتفقنا، دول نبتدي بيهم وننتهي بيهم. نظام الامتحان طبعا الجزء الانجليزي انا ما عنديش خلفيه عنه، لكن الجزء العربي بيجي MCQ واجزاء كمان مقالي. تقريبا بتختار 3 بتختار 2. تمام؟ تاخدوا بالكم كويس جدا ان انتوا تكتبوا عناصر الموضوع بالقلم الاسود، ما ترقموش الصفحات، تقسموا الفقرات، ما تخلوش موضوع تعبير كله داخل في بعضه عشان تعرف تضمن التقدير. طبعا الاسئله دي تذاكروها زي اسمكم، على اساس ان هي تعرفوا تجاوبوا عليها وتجيبوا تقدير كويس، ما توقعوش فقرات منكم. تمام؟ ما ترقموش الصفحات لانها بتعتبر علامه، بتدخل لجنه خاصه في التصحيح، وفي ناس كتير بتعمل كده وبتلاقي التقدير بتاعها ضايع وبتبقى مش عارفه ايه السبب اصلا. تمام؟ لو في اي استفسار انا معاكم على الواتس والتليجرام، ودايما بحط في الديسكريبشن وسائل الاتصال بيا. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.